الملكي ريال مدريد يواجه البلو جرانا نادي برشلونة. ننتظر مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة كما هي العادة في مباريات كرة القدم. إمري بالرحمة، يا مجنون كيف تمر، عدى فيها في هذه اللقطة. فرنانديز يسير بالكرة باتجاه المرمى. أسباس يتدخل وينجح في استعادة الكرة. تقدم سليم من حارس المرمى للإمساك بالكرة على الرغم من الضغوطات. ماسكيرانو، سعيد بالرحمة، ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينجي. ممتازة من ماسكيرانو في هذه اللقطة. فرصة للتقدم في المباراة. هدف أول للريال، هدف أول للملوك، افتتحوا الكلاسيكو. هدف هنا في هذه القمة. الله على كرة، الله على لقطة، الله على نهاية، الله على إبداع. الملكي يشعل هذه الأجواء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا ومتابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. يتألق الحارس ويتصدى. ركنية لبرشلونة مع بحث عن هدف التعادل. ضربة ركنية، الكرة بتتخلص من حارس المرمى. روبرتو باجو، وصلت لفينيسيوس. فرنانديز، كيني داغليش يتدخل ويستعيدها من جديد. 3 دقائق بمرور يتقدم الكرة. تسديدة قوية لكن بدون دقة. راحت الكرة بعيدا عن المرمى، لم تشكل أي تهديد وأي خطورة. كان عليه استخدام حل آخر. بالرحمة، تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. برشلونة متأخر في النتيجة، يحتاج إلى تسجيل هدف حتى يعدل الكفة. الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لمصلحة البارسا. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. برشلونة يستعيد الكرة. كرة خطيرة هنا، يا الله على كرة شكلها في المرمى. كيف ضاعت هذه؟ الراية مرفوعة نعم والتسلل موجود، لكن هذه ما تضيع، هذه ما تضيع. تريبير، فان دايك، ماسكيرانو، فينيسيوس، أسباس. الكرة بتروح من جانب الملكي. الكرة فيها خطورة. أسباس، سعيد بالرحمة، ماسكيرانو بالرحمة،
دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. البحث عن فرصة 1-على-1 الآن في موقف 1 ضد 1. يجب الحفاظ على التركيز في التعامل مع الكرة، القوة ليست الحل هنا. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. خافير ماسكيرانو. نلعب الآن في الدقائق ال6 الأخيرة من عمر المباراة. ريال مدريد يفقد الكرة هنا. مساندة تصل الآن. لافريكن. فرصة حقيقية بعد احتساب حكم المباراة لكرة ثابتة في هذا المكان. البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. تمتد إلى القائم. الكرة خارج الملعب، ضربة ركنية وفرصة أخيرة للتعادل. تنطلق صافرة نهاية المباراة معنية فوز ريال مدريد. فارق الهدف صنع الفارق في الملعب. عليهم بأن يكونوا سعداء بأن الأمور كانت لمصلحتهم اليوم، وكان التوفيق إلى جانبهم في أرضية الملعب.